حكى الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر قصة شرطي ظلم. ودائما يقع الظلم ممن يملك سطوة أو سلطة أو منعة أو مكانة فيستغل هذا ليظلم الناس والعباد. هذا الشرطي وجد السماك مسكين صاد سمكة جميلة كبيرة يأخذها إلى السوق ليبيعها ويشتري بثمنها أقواتا لأبنائه ولزوجه، فوجده الشرطي وأخذها منه وأبى أن يعطيه ثمنا ولا مقابلا. قال يا هذا حقي. نظر إليه ولم يرد عليه ومضى. كلم الناس، اخواننا قال له الزول ده ظلمني، رايكم شنو؟ الناس قالوا له يا اخي ده بيقدر عليه، ده ما بيقدر عليه الا الله. اخذ الشرطي السمكه وهو يحملها، كان في السمكه بقيه حياه فعضته في اصبعه. السمكه عضته في صباعه. ثاني يوم الصباع ورم، ثالث يوم ما استطاع ان ينام. جاءوا بالطبيب قال لا يوجد حل الا ان يقطع الاصبع. نادي الدكتور ثاني بعد يومين قال لي الا الكف تتقطع. قال لك فعل قطع، الألم انتقل إلى الساعد، وكل مرة يجيب الدكتور يقطع شوية. لما وصلت العضد الكتف هنا الدكتور قال إلا يقطعوها من حدة. قالوا لي يا زول انت عملت شنو؟ حكى له، قال له جيب الرجل ده عفيه بس عشان المرض ده يجيف. ذهبوا الشرطة انتشرت وجاءوا به وهو خائف. السماك الصياد خائف يرجف، جابوه قدام الراجل ما عرف. قال لي يا اخي شنو؟ قال لي انا قلعت منك السمكة. قال لي اي نعم. رئيس الشرطة مسك له في كراعه قال لي اعفى مني. الرجل قاعد يبكي السماك. قال لي والله انا اعفى منك. حصل شنو؟ قال لي قطعت هذه اليد من اخرها. وقفت على كده بعد ذلك. قيل للسماك لما خرج بالله ما الذي حصل؟ قال لما اخذني سمكتي وغصبني اياها قلت اللهم انه تقدر بقدرته علي فارني قدرتك فيه.